الخير، معاكم محمود فادي. النهارده هنتكلم على لقيت كلب كوكيجن. هنتكلم هو الكلب ده عض بني ادمين، عض كلاب، يعني من الاخر ما سابش حد من غير ما يعضه. دلوقتي هو صاحبه الاونر عاجبه السلوك، عاجبه اللي هو يبقى عايزه حراسه، بس عاجبه يبقى بالامر. فهنحاول نخليه نشوف هو عمل ايه، بيعمل كده ليه، وبعد كده هنحاول نخلي الموضوع ده بالامر. الموضوع ده هيكون عن طريق الفيديو. لما انا شفت الكلب لقيته هو فيه 3 حاجات. لقيته دومينانت بيسيطر، ولقيته فيرفل اللي هو مش بيثق في الناس، وكمان في نفس الوقت اجريسيف بيحب يعض. فدلوقتي احنا هنتعامل ازاي الكلاب دي، والكيس دي مش دايما هتنفع مع كل الكلاب. احنا هنحاول دلوقتي نسجل وهتشوفوا معايا. تعالوا معايا. شغال. زي ما انتم شايفين الكلب لوحده اصلا من غير ما لسه ما اخش له. انا بس مش هركب له كمامه، انا بس هيبقى معايا المضرب ده حمايه ليا مش اكتر. وهنشوف الكلب هنخليه يهدى ازاي باسرع طريقه. والكلاب دي كل كيس يا جماعه زي ما وضحت مختلفه. هنشوف دلوقتي، هندخل بس الاونر عشان يصور من جوه، عشان من ظهري انتوا مش هتشوفوا، فهيخش يصور من جوه هتشوف انا هعمل ايه. بحاول افتح الباب دلوقتي. زي ما انتم شايفين هو الكلب ده دلوقتي رجع. انا هطلع خطوه قدام عشان الكلاب اللي هي الاجريسيف لو هي بترجع خطوه لازم ابين لها اللي انا مش خايف، انا بطلع خطوه. لو الكلب نفسه بنسبه اللي هو بيخاف اصلا من الناس وما بيهجمش، ما ينفعش ان انا اطلع، هو لازم يجي لي. فالكلب ده بالذات انا هطلع خطوه قدام، اللي انا لازم ابقى مسيطر على المكان ده كله. تمام. هو دلوقتي اهو جه ابتدى يشمشم، وده السلوك الحلو الطبيعي للكلاب، بس برضه لسه انا مش واثق فيه 100%. فانا هحاول اخلي الدراع ده على قد ما يقدر. دلوقتي الكلب اتنقل من اللي هو لما كان بيبص الاول بعينيه، فكان هو ودنه، بعدين عينيه، وبعدين مناخيره. دلوقتي انا نقلته من مناخيره لعينيه، بعد كده لودنه. انا الكلب ده انا مستنيه اللي هو يهدى، لازم اركز معاه. هنديله اكتر وقت يا جماعه، حلو جدا. اللي هو مادام هو جالي، انا لو رجعت خطوه هيعضني، فانا هفضل لازم واقف في مكاني. يعني بص الكلب هو جالي تاني، فانا هفضل برضو واقف، ما ينفعش ارجع. بس هو طول ما هو لو رجع خطوه ورا لازم انا اطلع قدام. بس هو اللي قدام بيشمش، ما ينفعش اتحرك عشان لو هو كده هيعض. هروح بعيد، انا هسيبه لحد ما يرتاح ويقعد. ما بصش لعينيه كتير، عشان لو بصيت في عينيه ده هيبقى تحدي. الفكرة كلها في الموضوع ده بادي لانجوج. انا الكلب انا مش بتكلم اللي هو انا عايزه، مش بسيطر على مكانه وعايز اعرفه انا الليدر. لا، انا عايز اللي انا اعرفه اللي انا جاي هنا عشان ترتاح. يعني انتوا لو جيتوا شفتوا دلوقتي، هو دلوقتي جه قعد. انا ممكن دلوقتي ارجع اي خطوه كانت قبل كده كانت ممكن الاقي تسبب له هو يعض. يعني انا دلوقتي عملت صوت، او اي صوت او اي حاجه كان ممكن يعملها. فانا دلوقتي انا مش جاي هنا عشان انا اخليه اللي انا اسيطر عليه، لا، انا بقول له كده ارتاح. لو لاحظتوا هو دلوقتي في عقله كذا حاجه. اول حاجه اللي هو لو ما كان شافني اي تنس اي صوت كان بيهجم عليا. كمان دلوقتي برضه في عقله اللي هو كان لسه بيهجم عليا وعايز يعضني. وبعد كده اللي هو ابتدى يرجع لما انا ابتديت اقول له لا، المكان ده بتاعي، انا هقف معاك ومش هعمل لك اي حاجه. واخر حاجه واللي هي اللي في عقله ودي مهمه جدا، اللي هو يبقى مرتاح.
دلوقتي هو مرتاح، انا ممكن دلوقتي خلاص كده انا عرفته انا مش جاي هنا اذيك، انا جاي هنا عشان انت تبقى مرتاح. لاحظوا الطاقه اللي انا كنت فيها بره، اللي انا هادي، لازم تبقى هنا جوه. لو انا كنت ركبت له خناقه او مسكته بالطوب وشديته، انا هزود الموضوع ده اللي هو مش بيثق في الناس. فعشان يثق في الناس هو ابتدى يشمشم فيا. دي طريقه الكلاب دايما بتشوف. هو الكلب ده اول ما جيت كان بيسمع بودانه وبعدين بعينيه واخر حاجه مراخيره. دلوقتي خليت مراخيره، بعد كده عينيه، بعدين ودنه. لما وصلت له الموضوع ده ابتدى يرتاح. كل ده موضوع بادي لانجوج. شكرا جدا. اللي انا عملته في الفيديو ده عشان انا عايز الكلب يثق فيا. الكلب بالظبط ما طلبتش منه الا يعمل ست او داون او ستي، لا بالعكس، مع انه عارفهم، بس انا عايزه يكتشف بنفسه الطريقه المفروض يبقى هادي بيها. الكلب خد مني 3 دقايق بالظبط عشان يرتاح. ده من سنه ونص، يعني كلب عنده عمره سنه ونص مرتاحش قبل كده غير بالطريقه دي. فانا شايف الكلب اصلا كمان يعني هو كان بيهجن او ده السلوك بتاعه عشان ما كانش بيطمن للناس. بس اول ما طمنته الكلب ده لو اشتغلت على السلوك بتاعه اكيد هيبقى مليون في المية احسن من اي كلب تاني. بالنسبة للشراسة هيبقى كله ممتاز جدا، بس كله هيبقى بالامر. ده بالنسبة للكلاب اللي هو الكلب ده. عموما بالنسبة عايز اقول نقطة بالنسبة للكلاب اللي هم بيقولوا كلاب شرسة. الكلب يا جماعة اللي هو التدريب الصح للشراسة، اللي انا مثلا يبقى جنبي الكلب بتاعي مثلا سكوبي، انت جيت طبطبت عليه وانا واقف ما يعملكش حاجه، بس انا اول ما اقول له بايت او يعضك، اول ما اقول له بس يسكت، وانت تيجي تطبطب عليه تاني ويسيبك. ليه؟ اللي انا ما اديتوش اوردر. هو ده التدريب الصح. كمان مفيش فرق جدا بين الكلب العدواني، بين كلب لولو او بيتبول او كوكيجن او اي نوع. الفرق نفسه بس في الفرق الباور مثلا في الكلاب اللي هي القويه جدا دي فعلا ممكن تعمل معاك اصابه جامده. تابعوا معايا الفيديوهات الجايه وان شاء الله يبقى في فيديوهات على الكوكيجن مرة تانية. شكرا. تابعونا كمان على البيج بتاعتي، انا عامل بيج ممكن تعمل مثلا سيرش محمود اندرسكور دوج ترينر، او تعمل مثلا سيرش مثلا لو على الفيسبوك facebook.com/محمود دوج ترينر. هكتب اللي هو اللينك بتاعي على اليوتيوب تحت في الديسكريبشن، لو دوست هتلاقي اللينك بتاعي. كمان على البيج بتاعتي بحطها، ممكن تتابع وفي فيديوهات تانية ممكن تشوفها وتعلموا الكلب بطريقة احسن. شكرا جدا. السلام عليكم.